أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. معكم عماد العطار. النهاردة هنتكلم عن سلعة واحدة بس، مش هقول بقى بالنسبة للزيت ولا سكر ولا الفول ولا العدس ولا اللحمة ولا الفراخ ولا هنتكلم عن موضوع السكر. موضوع السكر ده بجد محيرني جدا جدا. ده سلعة واحدة من ضمن السلع اللي هي طبعا الغلاء كلها وكلنا. الغلاء كلها وكلنا. طيب، بالنسبة للسكر متداول ب27 جنيه في السوبر ماركتات، وفي طبعا الناس مش عارف اقول ايه، محلات كبيره او الله اعلم بيها، يعني المولات حاجه زي كده، وفي ناس واخده المبادره دي، تمام، بتبيع ب27 جنيه. طبعا في ناس كتير جدا بتروح تاخد مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، تمام، وكل يوم على هذا النظام. طب ما ده سوء توزيع، يعني ده سوء توزيع. انتوا بقالكم النهارده اكتر من 3 4 أو 5 شهور بتبيعوا كميات رهيبه جدا، الكيلو ب27 جنيه، وفي ناس ممكن تاخد موضوع السكر ده تعملوا تجاره. يعني مثلا لما يروح يجيب له كل يوم باكيته، كل يوم 2، كل يوم 3، يعمل له في الشهر كذا، ومش واحد، ده كذا واحد. ليه ما تحطوش على بطاقه التموين؟ ايه المشكلة؟ على الاقل الناس هتستفاد كتير جدا 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 من موضوع التموين. حتى لو يعني مثلا فرد ممكن يكون عنده 5 مثلا، هو في عنده 3 في التموين، ايه المشكلة لما كل واحد يكتب الافراد بتاعته وياخد 5؟ يعني انا عندي 5 مثلا، اروح بقى انا عندي 3 في التموين وفي 2 لا، اكتب انت عندك كام فرد، هات بطايقهم او هات شهادات ميلادهم، خد ال5. يبقى انت كده وصلت الدعم لمستحقيه. لكن اللي بيحصل ده مهزله بكل المقاييس. وقيس الموضوع ده على حاجات كتير جدا جدا جدا. بنيجي مثلا نعمل موضوع اهلا رمضان، بيبقى نفس القصه، اللي بياخد النهارده بياخد بكره بياخد بعده. وفي ناس غلابه ما بتقدرش توصل لموضوع اهلا رمضان، لانه بيكون في المدينه، ما بيكونش في القرى. يا ريته يعمم في القرى والمدن والقصه دي كلها، ولكن بيبقى موضوع موجود فين؟ في المدينه فقط. الارياف بتنحرم منه. الارياف فعلا منسيه في حاجات كتير جدا، وهي اللي النهارده اللي بتعاني الامرين. والنهارده موضوع السكر بجد ضايقني جدا وزعلني جدا جدا جدا، لان انتوا بقالكم 5 اشهر بتدوا الناس مش مستحقيه. في ناس والله العظيم بتأجر ناس عشان تروح تجيب لهم سكر، وبيدوهم مثلا قرشين ولا حاجه، وبيضطروا يبيعوا الموضوع ده. طب ليه بجد؟ النهارده يا جماعه او يا ساده، نزلوا على بطايق التموين، نزل على بطايق التموين، او نزل في مراكز شباب مثلا. مراكز شباب لما تاخد موضوع السكر ده هتعرف مين النهارده اللي خد ومين اللي ما خدش. فبالتالي النهارده معلش، النهارده انت خدت 10 في الشهر، 10 اكياس هيقضوك في الشهر، هيقضوك. فبالتالي السكر هيفيض والازمه هتنتهي. لكن النهارده ده بياخد وده بياخد وده بيتاجر وده بيتاجر، واللي بياخد مره بياخد الثانيه، واللي بياخد الثانيه بياخد الثالثه، واللي بياخد الرابعه وبياخد الخامسه، وهكذا. العمليه فيها سوء توزيع. لكن الموضوع سهل جدا جدا جدا. النهارده انت بتبيع مثلا 10 طن في اليوم، ما توزع ال10 طن في اليوم، ادي لكل بلد مثلا طن، مثلا ادي لكل، والتاني يوم 10 طن ادي لكل بلد تانية، تالت يوم 10 طن ادي. يعني انت عندك 30 طن في الشهر، وانت عندك 30 بلد مثلا في المدينة. يعني مدينة طوخ مثلا حواليها 56 او 52 بلد. شوف انت بيخش لك كام طن في الشهر. يعني مثلا ممكن يخش لك 100 طن، ادي لكل بلد 2 طن وهتريح دماغك. ادي لكل بلد 2 طن
وهتريح دماغك. لو كل واحد بياخد 4 اكياس مثلا، هتبص تلاقي 4 اكياس في كذا، الناس هتبقى هتتغرق. نفس القصه الزيت، نفس القصه الزيت، الحاجات اللي هي الغاليه او الحاجات السلع الرئيسيه اللي الفرد ما يقدرش يستغنى عنها، الدولة توفرها يا على بطاقة التموين يا إما تنزلها على مراكز الشباب. هو ده المفروض. ومراكز الشباب بدورها يجيبوا ناس متطوعين ويقفوا ويوزعوا على الناس، وهم عارفين مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش. لكن النهارده حاسس ان العمليه فوضى، وحاسس ان في غلاء بدون غلاء. يعني انا حاسس ان في غلاء بدون غلاء، حاسس ان في ازمه مفتعله. انا مستغرب لما يكون السكر النهارده ب 27 جنيه وبيتوزع كتير جدا، وبص الاقي مثلا ب 50 جنيه بره. حاجه غريبه بصراحه بجد. زي ازمه موضوع السجاير ده، السجاير النهارده بتنزل مثلا ب 24 او ب 25، تمام؟ حاجه غريبه بصراحه. يعني ابص الاقيها اتباعت ب 45 جنيه، يعني العلبه لوحدها فيها 20 جنيه. انا المفروض ما اتكلمش عن السجاير، بس انا بقول دي بالمره، دي بالمره. ابص الاقي الشخص اللي بياخد الحصه الكبيره، ابص الاقيه يبيعها في السوق السوداء برضو ايه لناس تحته. حاجه غريبه بصراحه. ده برضو ايه ازمه مفتعله. يبقى ده السكر، ادي مثلا موضوع السجاير، اكيد موضوع الزيت. شوفوا بيطلع من الدوله بكام، يعني شوفوا الزيت ده بيطلع من الدوله بكام اصلا، والمفروض بيوصل للمواطن بكام. خش على المكرونه، خش على الرز، ادخل على كل السلع الاساسيه، هتلاقي هناك ازمه مفتعله وبيفتعلها التجار الجشعون وسوء التصرف وسوء التوزيع. يعني سوء التصرف وسوء التوزيع ايضا. فيا ريت يا ريت الكلام بتاعي ده يوصل للناس، ويا ريت يفهموه كويس قوي قوي ويدرسوه، لان والله العظيم انا حاسس ان في ازمه مفتعله وغلاء بدون غلاء. اعزائي المشاهدين، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.